اللي بعده ما جرب محشي البصل بصراحة راح عليكم كتير. تعالوا أحكي لكم أسهل وأسرع طريقة لتعمل فيها محشي البصل بدون أي تعقيدات، وما رح تسلقوا البصل قبل ما إنه تحشوه. متأكدة إنها رح تعجبكم ورح تحبوها كتير. بالبداية بدكم تختاروا البصل يلي بيكون بهذا الشكل مطاول. بعد هيك رح أقشر البصلة مثل ما انتم شايفين بهي الطريقة. رح أعمل خط بالبصلة مثل هيك ورح أبلش أفكها. طبعا أول إشي بدكم تفكوها شوي شوي الطبقة الأولى وبعدين بتصير عليكم سهل فكها. هون طبعا طلع معي حبتين، رح أفرجيكم كيف رح أفكهم عن بعض. طريقتها كتير سهلة وما في داعي إنه ينسلق. وحبيت أفرجيكم كمان إنه ممكن تنكسر معكم من الطرف البصلة، مو مشكلة لا ترموها، بتنحشى كمان وما عليها إشي. بعد ما عملت كل الكمية اللي عندي، البصل الصغير ما رح أرميه، رح أستخدمه للحشوة. عندي هون رز مصري منقوع ومغسول، رح أحط عليه البصل اللي فرمته وبقدونس مفروم وتوم مهروس وطماطم قطعته لمكعبات مثل هيك. التوابل عندي ملح، فلفل أسود، هيل، كركم، كمون، قرفة، نعناع ناشف. رح أضيف لهم دبس الرمان ومعجون طماطم وزيت زيتون وعصير ليمون. وإذا بتحبوا تضيفوا أي توابل ذوق شخصي. حركت المكونات كلها مع بعض وهيك الخلطة عندي صارت جاهزة. بدي أفرجيكم كيف رح أحشي البصل بهاي الطريقة ورح أسكرها. بعد ما حشيت كل حبات البصل اللي عندي رح أحطهم بطنجرة مثل هيك. طبعا ما رح أطبخ البصل بالفرن، رح أطبخه على الغاز أسهل وأسرع. بعد ما صفيت حبات البصل بهاي الطريقة رح أحضر للمية اللي بدي أحطها عليها قبل الطبخ. عندي هون مي رح أضيف عليها معجون طماطم ورح أضيف دبس الرمان وزيت زيتون وبدي أحركهم، وبعدين رح أضيف لهم الملح. وهيك عندي صارت جاهزة. إذا حبيتوا يكون فيها حموضة زيادة ضيفوا لها شوية عصير ليمون، بس أنا شفت ما في داعي. نزلت المي عليهم ورح أحطها على النار، وأول ما تغلي عندي بدي أغطيها وأوطي الغاز وأتركها تستوي على نار هادية. وهيك عندي صارت جاهزة. بنصحكم تجربوها، كتير طيبة وبتشهي. رشيت على وجهها بقدونس بعد ما بردت عندي شوي، وإذا حبيتوا تحطوا عليها كمان رمان ودبس رمان ذوق شخصي. وهيك عندي جاهز أطيب بصل محشي وصحتين وهنا يا رب. بتمنى تكون عجبتكم، يعطيكم العافية. وإذا حبيتوا الوصفة لا تنسوا تشتركوا بالصفحة ولايك للفيديو وتعملوا مشاركة حتى يوصلكم كل جديد. إذا حبيتوا أعمل أي وصفات تانية يا ريت تكتبولي بالتعليقات.